وقفت الحرب، والمده بتاعت الانتقاليه دي مده طويله، الناس بتمر من نفسها. يا اخي احنا 4 سنه الاولاد في كردفان ودارفور ما امتحنوا ثانويه عامه، 4 سنين بيجوا كبار المفروض يكونوا تخرجوا من الجامعات، ليه ما الليله في ثالثه ثانوي؟ معقول يا اخي؟ جوازات ما في، ناس عندهم شهادات ما في، كل اوراقهم ثبوتيه ما في، العمله دي منعوها منهم. طيب خلاص الناس مضطرين ان يعملوا لهم دوله اضطرارا، ولو عمل دوله حتكون اغنى دوله في المنطقه، لان الموارد كلها في كردفان ودارفور. دي ما عندهم استجابوا. هسه انتم ما عندكم تصور لغير الانفصال؟ ما عندكم تصور لدوله عظمى؟ دوله هنا موحده، دوله موحده وعظمى والانتاج فيها واحد الله اعلم والله. بعد ما قالوا له انتوا ما بتشبهونا وانتوا ما بتاع، ويقول لك بهير بتعبود فداديه الجرح غاير يا زول، داير وقت طويل جدا جدا عشان الناس تنسى المرارات دي. لا الجرح شنو جرح نفسي يا صلاح؟ البلد دي فيها مصلحه عليا، انت مصلحتك. لا النظره العنصريه ذاته، ولا تحكم في صراعات، واحد لو عايل زول بقى عينه كده ساكت، ده ممكن يكون له. يا اخي ده كلام قديم، كلام ما عنده اي قيمه في البعد الموضوعي بتاع تاسيس الدوله يا صلاح يا اخي. يا اخي نسبه الجهل كم؟ 65% يا اخي في 2019، 65%. نشتغل على التعليم، نحن ما نشتغل على التعليم، احنا شغالين على الانفصال. انا بس سؤالي صراحه، هسه تاسيس ما عندها نهايه فكره في انه يقوم دوله عظمى ودوله بتاعت اتفاق وطني في السودان. عندها، لكن ده كله مجرد احلام بس يعني، لكن التنفيذ بتاعها والله اعلم. انا ما شايف الناس نيالا ديل يقدروا يمشوا بورسودان، ولا شايف ناس بورسودان ديل ممكن يجوا الغرب بهنا ثاني نهائي. ما قدرت تصور. انت تاسيس دي ما عندها حلم انها تحكم ال 750,000 ملي؟ عندها، وجايبينه مقسمين الولاء، وجايبين والي الاقليم الشرقي، والي الاقليم الشمالي، والي ولايه سنان، مقسمين له والي الشماليه. معناه انت لكن الواقع اللي احنا شايفينه قدامنا، الواقع شايفينه ده، ها يعني الولاد اللي حيقعدوا لهم ثاني سنتين ما يقدروا يمشوا يمين ولا يمشوا شمال، خلاص البلد حتكون اتبرمجت، الناس برمجوا رقبتهم علينا دولتين بس. صلاح اقول لك كلام وانت اقبل مني. اذا في مجموعه بتاعت احزاب او مجموعه بتاعت حركات مسلحه لا تمتلك رؤيه لتاسيس دوله كبيره، هل ما ممكن تقوم حركه فكريه وحركه ثقافيه تنادي بتغيير الافكار بتاع التاسيس وبتاعت الكيزان، انه نحن نطلع من البعد الحزبي الصغير ده او من البعد القومي او من البعد العرقي ده ونمشي لاتجاه بتاع دوله؟ في وجود الكيزان صعب. كده الكيزان ديل هم شنو يعني في النهايه؟ اللي هم صنفوهم الارهابيين ديل، الكيزان ده ما بشر زيهم وزي باقي البشر، يعني في النهايه عندهم مصالح محدده. اكيد مصالحهم ما مرتبطه بالجيش ده. بعدين الكيزان كم في المية من الشعب السوداني؟ اقل من 1%. طيب شنو الواحد في المية حيتحكموا في مصير؟ متحكمين وانتهوا، يتحكموا وانتهوا هم. ما متحكمين باعتبار انهم قاعدين في القصر يعني، لكن القصر ده القروش الكاش الموارد كلها ماسكينها هم. يا اخي ده جايبين قبيله الزغاوه بس فاتينهم 6 وزارات، زول قدر يدفع قرضه ما في. الجيش ده كله بقى شوايقه، زول قال له يعني ثلاثه كم ما في. يعني متحكمين تحكم شديد جدا جدا في المنطقه البيغادي دي. يعني هسه ما عندكم اي منطق داخلي لانه انتم تتلاقوا مع بقيه التنظيمات السياسيه في انكم تاسسوا الدوله دي بشكل كبير وشكل عظيم وشكل مستقبلي؟ اي ما اعرف. كان ممكن صادق المهدي كان يلم الناس دي كلها، وصادق المهدي مات. ليه انت ما تلمهم؟ او الشريف الهندي انت ما تلمهم؟ انا الله يا اخي معقول يا اخي اللي هو الكذاب ده يكرهوني كره العامه.
انت يا عدنان كده يا جرح الوطن، ارفع الرأي ده، ارفع ونسمع الكلام. ارفع الرأي ده. اسمه منو؟ اسمه رياح. يا اخي عليك لا التعليقات السالبه دي شيء. عليك الله ارفعه ونسمع كلامه. احنا قاعدين نصل مع صلاح ده انه يكون في نفس، يعني في احتمال انه تقوم دوله عظمى في السودان. يا مرحبا سيد يوسف، يا اخي كيف حالك؟ انه تقوم دوله عظمى في السودان، وتاسيس دي بدل ما تكون خميره بتاعت انفصال تكون خميره بتاعت مستقبل جيد. الله يبارك فيك يا ما عندنا اي مشكله، احنا كل المنابر بتاعت السلام دي جرينا، مشينا جدة مرتين، مشينا المنامة، هم جروا من المنامة، مشينا جنيف جروا من جنيف، مشينا امريكا برضه ما اتفقوا معانا. احنا ما عندنا مشكله اي حتى وتوقف الحرب ولا السلام ولا الاتفاق موافقين فيها، لكن هم ما دايرين، هم دايرين يتصلوا في الميدان فقط لا غير، لانه ما عندهم حل غير كده. انا شايفك انت يعني زي بديت بدي اقفل عشان الصدى، اقفل يا صلاح. انا شايف انت زي بتتكلم باسم الكيزان الان يا صلاح اكثر منهم. ان احنا شماليين وحنقيف مع حركه وطنيه في كل السودان، ودايرين في النهايه دوله عظمى، ودايرين دوله مجتمع السكان اللي فيها دي كلهم في رؤيتهم بتاعت الارض دي يعملوا شغل يعني يبهر العالم، يرجعون لامجاد الدوله السودانيه دي. الدوله الشمال عنده خصائص، وشريقه عنده خصائص، وجنوب عنده خصائص، وغريبه عنده خصائص، وخصائص كلها يعني خصائص نادره. الطب عندهم، الزراعه عندهم، الحكمه عندهم، يعني حاجات غريبه. ساكت امثال وعادات وتقاليد وكده بتاعت الشعب السوداني ده ومرتبطه ببعض. انا احكي لك كلام يا صلاح. انا مره لقيت فرانسيس دينجر في ندوه، والندوه دي كانوا جايبينها له كيزان، وقاموا قالوا له يا اخي انت تعال داير انك مناقش لفرانسيس دينجر. مشيت له قبل الندوه فرانسيس بيتكلم. انا طبعا استغربت انه فرانسيس ده لما لقيته شاب صغير والله يا صلاح، يعني شكله مل بالاسم اللي انت بتتخيله ده، انه زول عجوز كده وبتاع وناس زي انا كده وبتاع. لا لا، يعني ويل بيلد كده وزول يعني لطيف. فقام قال لي يا اخي انا داير اسالك سؤال طالما احنا تونسنا قبل الندوه دي، ان احنا بعد ما انفصلنا انتوا شايفين الموضوع ده كيف؟ وانت قلت له والله يا فرانسيس انا بقول لك كلام، والكلام ده انا حقوله لك يا صلاح، وقول لي هنا رئيس تاسيس اسمه، وقولوا للناس في كاودا انتوا رايكم شو؟ قلت له والله انا حقول لك رايي انت ما حتصدق. الشمال ده، الوسط ده، الشرق ده عنده علاقه بالجنوب ثقافيه يا صلاح. ويا فرانسيس انت لما تفصل الجنوب صح فصلت المشكله السياسيه، لكن في اسماء وفي نسب وفي عادات وتقاليد وفي كثير من يعني الوشائج. عندنا سلوك ثقافي نحن ما بنفسره الا به. عندنا دم مرتبط،
الدول بتاعتنا التاريخيه القامت دي، يعني سنات دي انت اذا مشيت بتلقى ثقافه الشلوك فيها اساسيه. اذا مشيت لتكوين الدوله التاريخيه في السودان بتلقى الشلوك والنوير اساسيين فيها، وجزء كبير من ثقافتهم وطريقه حياتهم وكده. اذا قريت واحد من الكتاب بتاع دارفور ديل اسمه ابراهيم اسحاق يا صلاح، لما يتكلم لك عن الشخصيه السودانيه دي يتكلم لك عن ارتباطه بالجنوب، ويتكلم لك عن ارتباطه بالشمال، ويتكلم لك عن الشخصيه الوسطيه دي باعتبار انها زي التلاقح كده، التلاقح بتاع الشخصيات السودانيه. فقام قال لي يا فرانسيس، قال لي والله دي حاجه غريبه جدا، احنا ما متخيلين انه في ناس ممكن يفكروا في الجنوب كده، انه في وشيجه ثقافيه وفي وشيجه كده مع الناس دي اللي يعني. دائما في الامم في صوت سلبي وفي صوت عملي ايجابي. لانه انا برضه سالته سؤال محرج، قلت له انتوا كنتوا في القياده فوق ومشيتوا على فصل السودان ده، ما كان عندكم تصور 1% انه ممكن تقوم دوله وطنيه كبيره الجعل فيها مزارع والدينكاو مزارع وتقوم دوله الزمن الثقافي بتاعها مشترك والهم بتاعها مشترك والمصلحه بيناتهم مشتركه، تقوم فيها هويه بتاع الدوله باعتبار انه الدنكاوي ده مزارع في النهايه والجعل ده مزارع والشاي مزارع. لما هويه الدوله دي تبقى الهويه الوظيفيه بتبقى الدوله دي حتى بالاختلافات العرقيه بنكون احنا ماشيين في. قال لك شنو؟ قال لك شنو؟ رد عليه قال لك شنو؟ والله صراحه قال لي كلام غريب خلاص. قال لي الان انا من موقعي كزول مساعد لامين الامم المتحده، انا متبرع لكم في السودان دي تعملوا مركز بتاع دراسات للعرق والهويه في السودان وتطرحوا رؤيتكم المتقدمه دي، انه فعلا كان ممكن يكون في نسبه بتاعت. ما رد على سؤالك، لكن ما رد عليك. ارد لك على سؤاله. المفروض يقول لك شنو؟ المفروض يقول لك احنا بعد ما جاب قرق ده قتلوه طياره وقعد بيه، نحن كرهنا حاجه اسمها الشمال ورمينا طوبته. ده اللي حصل بالضبط. موتة قرق دي كرهت الجنوبيين في الشمال وقاموا انفصلوا. يا صلاح انت عارف حرب الجنوب دي ماتوا فيها كم شمال وكم جنوبي؟ يعني هي بقت على 2 مليون جنوبي، 2 مليون جنوبي. طيب. والشماليين ده لا يحضروا ولا يعدوا. طيب نحن الحروب دي هسه البلد اللي بيقولوا بيسموها رواندا دي، مع انها هي في النهايه مشت لدوله بتاعت كومنولث، لكن في النهايه ما في حقيقه ومصالحه وفي عمليه بتاعت تجاوز وفي حاجات كثيره بتتم لصالح الكليه الكبيره. انت بتمشي تتجاوز احزانك عشان تاني ما تحصل لك، عشان تاني ما تحصل لك. عشان كده انا سؤالي بالنسبه لي هو كان محرج، انتوا كناس بتفكروا ما كان عندكم نسبه 1% من التفكير انه الدوله دي ممكن بدل الجنوبي ازرق والشمالي احمر يكون الجنوبي مزارع والشمالي مزارع والاثنين يعملوا دوله وظيفيه ويعيشوا فيها، باعتبار انه الهويه اصلا ما عرقي. الهويه انه نحن الناس عايشين في رقعه واحده بنأدي في يعني مهام بتاع الدوله، وشويه شويه المساله بتتطور. وهسه في لون زي ده، هسه في لون زي ده في العالم يا صلاح. كان ما في دينكاوي عرس له شماليه ولا شمالي عرس له دينكاويه في لون زي ده في الدنيا عامل كده ولا زي لونك ده؟ ما في تداخل واضح كان حاصل، وفي ثقافه حاصله، في دم حاصل. هو قال لي يا اخي، قال لي انا الان يعني دي اجابه غريبه، يعني احنا ما فكرنا فيها، لكن من هنا وماشي انا متكفل افتح مركز لدراسات الهويه والعرق. اي زول عنده رؤيه داير توحد السودان ده لقدام بشكل ذكي وتغير مفهوم الهويه العامل الاشكال ده. وعندنا دراسات بالمناسبه ابو صلاح في الكلمه اللي انت بتقولها دي العنصريه فيها دراسات والله يا صلاح تطلع عليها، انا بجيب لك منها بعض التقارير في الخاص. الحاجه دي في الوطن ده كله. اتفضل.
صلاح دخل كوبايته. طيب التاج والحل الوطن قلت شنو؟ يا بروف ايوه الدراسات كثيرة يا بروف، الدراسات كثيرة، لكن ايوه. التطبيق وين يا عمنا؟ التطبيق كيف؟ التطبيق ده اسهل منه فيه. انت بدل المطلوب، أصعب منه ما في. والله اسهل منه ما في. هسه دي انا بدعوك انت صلاح ده ما يجيب اي زول ثاني. محل ما احنا قاعدين نتلاقى نعمل لنا مؤتمر بسيط نسويه للتعافي والبناء الوطني، نطلع لنا اوراق في التعليم واوراق في الاقتصاد ونشيل الملف ده، نمشي ندي تاسيس ملف، وندي الكيزان ملف، وندي صمود ملف، وندي. انا اكد لك الملف ده حيكون قايد للسياسه السودانيه في السودان. الملف ده ما في زول سواه. الملف المفقود من كل الاتفاقات السياسيه في السودان الملف الفكري يا صلاح. هاي لكن بالدول، دول العالم الاول يا ابوي الملف الفكري ده، لكن انت عندك الزمان داير لك عصايه داير لك جزره عشان الناس تقنعهم بالمشروع بتاعك، لا لا لكن لا ما بالعقل كده وبالفكر والتفكر وين يا. أنا ما بقنع زول. انا انت صلاح ده. لكن اقول لك حاجه يا دكتور، انا جاتي فكره رهيبه جدا جدا. انت عارف ناس رواد ده مش عملوا كومنولث؟ ايوه ها؟ ايوه. نحن نعمل كومنولث، ده حلنا الوحيد. ما نحن في اساسا مشكله. المفروض نكون كومنولث اساسا. تعمل اتفاق مع الجار الشماليه، تعمل اللي تعمله. المهم في النهايه ده يكون راي الكليه الوطنيه. لا لا داري بالصحة بس، لا دارين ياكلوا ويشربوا ويتعالجوا ودارسوا اولادهم يمشوا المدرسه، ما دارين اكثر من كده. وعندهم مستقبل في العالم ده. دي دوله عندها مستقبل، ودي دوله ايوه كبيره سهله. يعني دي ما دوله سهله يا صلاح. ايوه. طيب بريطانيا هسه ممكن ترفضنا؟ ما بترفض. طيب يعني احنا دارين شنو اكثر من كده؟ لكن الكيزان ما موافقوا ليه؟ ما دارين يكونوا تابعين لبريطانيا، دارين العالم ده كله يكون تابعين لهم هم حسب المنهج بتاعه ومخهم الزلط ده. يقول لك بريطانيا الاخير مننا في شنو؟ هاي كومنولث ما كومنولث ما هي في النهايه بتأدي ما في دول كبيره الان تابعه للكومنولث، ما فيها اشكال. لكن ده كله بيجي نتيجه. استراليا دي كمان، استراليا، كندا، يعني وين كندا وين؟ ايوه ها؟ حقيقه حقيقه حقيقه. بس انا داير اقول لك انه ممكن يكون في الذهن بتاع السياسي السوداني ده انه يدي فرقه لانه يكون في مشروع فكري جديد لبناء السودان ده، غير المشاريع القديمه اللي ادت لتفريغه دي. ده ما الحوار اللي كان بينه وبين فرانسيس. وفي النهايه فرانسيس لما اقتنع انه ممكن يكون في مشروع جديد قلت لك دق صدره. واذا لقيت في اي حته قول لي والله محمد جيلاني قال لي انت قلت في يوم من الايام في الخرطوم كده كده كده، وقال اتصلوا بي انا كفيل بانه اسس لكم المركز ده عشان ينتج تصورات الدوله السودانيه دي في المستقبل. انا ما دارك تقنع الجماهير، الجماهير مقتنعه. شيل الملف ده يا صلاح خش بيه القياده بتاعتك، وشيل الملف ده خش بيه القياده بتاعت الكيزان والقياده بتاع الصمود والقياده، على اساس انه الناس يكون عندهم مشاهد، يكون عندهم رؤيه، يكون عندهم حاجه دايرين يطبقوها في البلد. الناس دي للان غير الشكل ما شايفين حاجه يا صلاح، شايفين عندهم شكل دايرين يفكوها. لا الشكل دي ممكن تتحول في يوم وليله بس، وترفع كل الاتفاقات والناس تصفق وكده وبتاع زي ما حصل. انت اعمل ليه؟ اعمل دراسه نفك بها الشكل اول شيء، بعدين خلي الدراسه بتاعت تاسيس الدوله دي وحد دي خليه، اعمل ليه دراسه كيف نوقف الحرب دي الاهم. الحرب دي ما فكره، الناس بيحاربوا لي فكره. يا اخي عليك الله يا هنا التعليقات اللي ما نافع دي اصير الناس دي هتقن تسيء الناس. يا اخي عليك الله بدك قله ادب معك. ما في زول هنا يا اخي، احنا ناقصين. انت ما تقفل التعليقات، اقفل التعليقات شباب تشغل الزاف، اقفل التعليقات خالص. لما في ناس
ما في ناس محترمين بيناقشوا يعني، ما دايرين نحرمهم يعني، عندهم كلام مهم. ارفعهم فوق كده، في ناس محترمين ارفعهم فوق خليهم يناقشوا. شفتها؟ هسه انا بشوف بروف كورونا ده لو عنده اديه بقول. شفتها؟ يا اي وصل، مرحب مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد الجيلاني، كيف حالك يا دكتور؟ ان شاء الله طيبين. الله يبارك فيك، كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله، شكر لله. والله انا احييكم واحيي هذه المنصه، يعني انتم دائما اهل الفكر واهل الراي واهل الحل والعقد. يعني انتم اللي بيدكم حل مشكله السودان. انتم ديل، انتم اللي قاعدوا الجماعه الجنرالات المشاكين ديل تقول لهم استهدوا بالله، قولوا لا اله الا الله، ووقفوا طق 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 دي وتعالوا. السودان ده يشيلنا كلنا، السودان ده واسع، بس كيف النفوس تتطايب وكيف نعيش مع بعض، يعني نقبل بالاخر. هو الجماعه يقول لك يا انا يا انت، لا لا انا وانت يا اخي، ليه ماله؟ ولا شنو يا صلاح؟ هاي لكن كيف الفكره، كيف الاليات كيف؟ الان يا اخي يجيبوا من كل اقليم، يجيبوا يا اخي شخص عاقل راشد، اليس منهم رجل رشيد، يجي يقعدوا كلهم يا اخي يقولوا اخواننا والله السودان احنا الحرب تقيف ودايرين نهتم بالتعليم وبالصحه وبتنميه البشر، يعني مش بقتل البشر، يعني نقعد نقتل في بعض لمتى؟ يعني ده يقتل في ده وده يقتل في ده، وانتوا ونحن وانتوا خونه وانتوا مرتزقه وانتوا اللي لصوص. بيجيبوا بقعدوا منو؟ اللي بيجيبوا بقعدوا منو؟ يا اخي العقلاء في السودان ده ما في عقلاء، ما في ناس عاقلين، في ناس ما شاء الله زي الدكتور ده ما شاء الله يمكن يجمع لك من كل اقليم واحد يقعدوا في قاعه الصداقه ولا يقعدوا في والله الدكتور ده يحل المشكله في 5 دقائق، والله 5 دقائق يحل المشكله. لكن اللي بيستمع له منو؟ اللي حيستمع ليه ما له يسمعوا؟ الدكتور ده ما كوز ذاكي، ما كوز. يا اخي الكوز ما الجحيم يا الدكتور ده. اخي، الا كيزان يا اخي، كيزان ده السودان كيزان بس ما حيستمعوا له. 40 يقول مليون لك يا محمد اخي. جيلاني ده احنا من زمان وين؟ لما كنا في جبهه الميزان كان وين؟ لما كنا في الاتجاه الاسلامي كان وين؟ لما كنا الجبهه القوميه الاسلاميه كان وين؟ في حرب الجنود وين؟ في الجهاد في الدبابين كان وين؟ يا اخي لكن من زمان يا اخي انت تقتل اخوك، يا تقتل اخوك ليه يا اخي؟ اخوك ما يعيش معك سوا يا اخي في سلام، ليه تقتله؟ لا نحن يا ابو رف، بس انا ما واصل مع صلاح ده. صلاح ده زول غيادي، ما انا بستاذنك بس اقفل شويه، انا واصل مع صلاح ده وتعال خاشي. طيب هاي يا ابو صلاح، احنا دايرين تصور واحد، خليك من اي زول نرسله للبرهان ده في البريد بتاعه. التصور ده ملف كده، ملف فيه تصور لبناء الدولة السودانية الحديثة دي، بعيدا عن ايديولوجيا الكيزان وايديولوجيا الشيوعيين وايديولوجيا الجنجويت وايديولوجيا الحركات المسلحة، لكن دي تكون دراسة لا بصلح لك كده. انت كده قدم تعال فوق اجر حلو. اسمع، عندنا فريق ممكن يعمل الحكايه دي. اول حاجه قريبي وخالتي مصطفى عثمان اسماعيل كان وزير الخارجيه ده كويس، وعندي صديقي غندور، لكن غندور ده يعتبر انه يعني شو كوز معتدل يعني. في كيزان كتار معتدلين، في كيزان كتار معتدلين وراجين. يا جرح الوطن انت ما تقدم تعرفوا، في كيزان كتار معتدلين والان فاهمين انه الدوله دي ما بتمشي لقدام بالشكل. الدوله دي لازم يكون في تصور للدوله. الحزب ده اذا ما فتح الذاكره بتاعته دي وترفع من ان والله ايديولوجيا لمعرفه، لانه السودان ده داير صياغه بعد خروج المستعمر. اسف الجماعه يقولوا اللي دين بينادوا بايقاف الحرب الان. ايوه عديل معلنين في ناس كتار بينادوا بايقاف الحرب جوا المنظومه بتاعت الجيش ذات نفسها، وجوا المنظومه بتاعت الكيزان، وجوا المنظومه بتاعت
نحن اللي علينا انه نقدم تصور للدوله السودانيه الحديثه اللي هي بتتجاوز. نحن قلنا حزب وطني او لا حزب. الحزب الوطني هو شنو؟ هو الذي يمتلك رؤيه لتاسيس الدوله. نحن ما خلاص اسسنا الاحزاب، والاحزاب دخلت في مشكله، يعني السقف بتاعها انها تعمل مشكله، ما قادره تنفتح لانها تقدم رؤيه وطنيه. المشروع الدين، المشروع العرق، المشروع الاشتراكيه، المشروع الكده، ما قادره تطلع من الرؤيه بتاعتها الضيقه دي، لانها تمشي لانه السودان ده دوله عندها احداثي بشكلها. السودان ده عنده تاريخ وعنده جغرافيا وعنده كده، هو براءه بشكل نفسه. انت مجرد انك ملتقط للافكار دي، انت مجرد انك مكتشف للمعرفه السودانيه في تاسيس الدوله بشكل علمي. اقتصادها عنده اسم وزراعتها. البروف ده مشى وين يا بروف؟ يا ناسي، يا ناس، يا ناسي. الله برضه ما اعرفه، حصل عنده حاجه كده ما عارف. لا لا، جاو تليفون. والله الحمد لله تمام، ما زالت الحرب مستمره. بوقفوها الخواجات دي بتاعت برلين ديل، لو داروا يوقفوها بوقفوها الليله دي قبل ما الصباح ده يطلع. لا لا، ما قدروا يوقفوها، كانوا وقفوها من زمان. هاي لكن ما قدروا يوقفوها. هم دايرين تكون مدوره كده. البليمر مع بعض منو؟ الكبير منو البليمر؟ والله ما بتلمني، كل واحد مكفر الثاني. يا هذا بيتقاتلوا عاديين، بيتقاتلوا. تقول لي يا محمد رسول الله، انت عارف انا لو في محل محمد بن محمد بن سلمان محمد بن سلمان لبناء الدوله الوطنيه، ودايرين تاسيس دي ذات يكون عندها مفكرين يقوموا بالدور ده، وصمود عندها مفكرين. نحن ما دارين شكل بتاع سياسيين مسطحين بس، ده قال لي فلان وده قال لي ازرق وده قرصني وده اكل مني كيلو ذهب وشنو. البلد دي مليانه خيال. دايرين الناس يقدموا رؤيه مستقبليه لبناء الدوله السودانيه العظيمه دي. الرؤيه المستقبليه دي خليها يا دكتور. دايرين هسه نوقف الحرب دي. وقفوها طوالي والله، وصلاح ما في يوقف الحرب. الحرب تجيب كيف الاليات كيف؟ بالله يا جماعه صلوا على النبي، ارموا السلاح هذا في الوطن وتعالوا يديكم فاضيات. يا اخي ده الرباعيه دي امريكا ومصر والسعوديه والامارات ما عرفوا يوقفوها. ما النتيجه اذا راكب راس. انا والله ابو رؤوف داير اديك فرقه ترتب افكارك وكذا، بس خلينا صلاح ده بس دقيقتين. يا صلاح، السعوديه ما عندها رؤيه لتاسيس الدوله السودانيه. نحن اولاد الدوله السودانيه، نحن اللي بنجيب فكره لبناء دولتنا.
ما في زول بيخش بلده من بوابه زول ثاني. يا اخي الشكل اللي في راس الكيزان دي فكره، غير الفكره بتغير الموقف يا صلاح. الموضوع ده نظريا واضح. غير الفكره السلوك بيتغير. طيب الفكره دي يغيروها كيف؟ الفكره دي يغيروها كيف؟ ما بكلام ده انك تقدم ملف زي ده، ملف فيه تصور لبناء الدوله دي، تنقل الناس دي من الشكل، تنقلهم من الشكل دي، تنقلهم لفضاء جديد. الملف ده داير له زول يشيله يكون مقبول بالنسبه ليدين ومقبول بالنسبه ليدين. حسن مصطفى عثمان اسماعيل ده وغندور ديل مقبولين ليدين وليدين. ديل ممكن يشيلوا الملف ده يودوه ليدين ويودوه ليدين، بيقبلوه خلاص دخلوهم طوالي، دخلهم كلمونا اقرباء ديل يا صلاح. ومعاهم مبارك الردول كمان. اي عشان يوقفوا يا اخي ارهاق الارواح دي، ساق الارواح ده يا اخي حرام. اطفال ونساء، تشرد وارامل وممتلكات واموال تنفق في قتل الانسان يا اخي. طيب. خلاص لهم، خلاص يكفي. نتفق يا صلاح من هنا، نحن نعمل لنا مؤتمر صغير كده للتعافي والبناء الوطني، وننادي عدد من المفكرين ديل، شي كيزان شي بتاع زي المؤتمر بتاع هنا ده، ويقدم رؤيه لتجاوز الازمه وبناء المستقبل اللي هو التعافي والبناء الوطني. وبعد ذاك انت وانا مساعد لك، انت تبني لنا المؤتمر ده. انت صلاح ده تبني لنا المؤتمر ده كله يكون فيه زي 50 مفكر كده سوداني، وديل يشيلوا المخرجات بتاعتهم دي، وننادي ناس صلاح ديل، وننادي ناس حمدوك، وننادي ناس تأسيس وكده وبتاع، يكونوا قاعدين ضيوف شرف في مؤتمر فكري، وفي النهايه يشيلوا ملفاتهم دي ويتخارجوا. دي تبقى لهم بديل. نحن لو اخلصنا النيه والله ربنا بوفق ان شاء الله. الواحد لو اخلص النيه وتوكل على الله ممكن تسهل. ونحن يعني الحكايه دي كمان دار لها جيل التخين. ما انت تقول كلام زي ده اللي بيخونوك بالالاف واللي بينبذوك بالملايين.